الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، والملقبة باسم قطة السينما المصرية، ليها أصول ملكية لأنها حفيدة سلطان مصر حسين كامل. والفنانة زبيدة ثروت حكت عن تعلق نجم الكورة المشهور بيليه وحبه ليها ومطاردته كمان ليها، وقالت إنها قابلته لما كانت موجودة في الكويت بتحضر مهرجان فن هناك، وقالت إن بيليه حبها بجنون وكان عاوز يتجوزها، أما هي ما كانتش بتحب الكورة ولا تعرف حد من نجومها غير اللاعب صلاح سليم. أما الفنان سمير غانم فكان بيسيب محاضراته في كلية الزراعة ويروح كلية الحقوق علشان يشوف زبيدة ثروت. من المواقف الصعبة اللي بتحكيها زبيدة ثروت وكانت هتدخل بسببها السجن. قبل شهرتها كان عندها هواية الرسم، وكل يوم جمعة كانت بتخرج من بيتها تروح أي مكان يعجبها علشان ترسمه. وفي مرة من المرات وهي بتعمل كده قبض عليها عسكري وقال لها: انت بيضة وعينيك خضرة وشعرك أصفر، انت جاسوسة أجنبية، ظبطتك متلبسة، انت بتعملي ايه هنا؟ والعسكري خدها للظابط، وبعد ما عرف القصة ضحك وقال لها في أماكن ممنوع فيها التصوير أو الرسم، وأطلق سراحها. الفنان عبد الحليم حافظ غنى لها أغنية بأمر الحب، وغناها لها من قلبه لأنه كان بيحبها وقتها. وأثناء تصوير فيلم يوم من عمري اتقدم لخطبتها لكن أهلها رفضوا، وهي معرفتش إن عبد الحليم اتقدم لها غير بعد فترة طويلة. وأهلها رفضوا عبد الحليم علشان كانوا شايفين إن مصلحتها تتجوز من منتج الفيلم ده اللي هو يوم من عمري، المنتج صبحي فرحات. والمنتج صبحي فرحات بنالها مخصوص ملاهي في الفيلم ده علشانها. والفنانة زبيدة ثروت معروف عنها إنها صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية. اتولدت في 14 يونيو سنة 1940، كانت أيقونة للجمال وفتاة أحلام شباب كتير. وسنة 1976 قررت اعتزال الفن، وقالت إن سبب اعتزالها إن بنتها ريم خلفت بنتين، وإن بناتها كانوا بيلجأوا ليها علشان تساعدهم في تربية أولادهم، وهي انشغلت بيهم جدا وكانت فرحانة بيهم لدرجة إنها ما كانتش بتخرج من البيت. وقالت كنت فرحانة بيهم ونسيت إني أنزل الشغل. وقالت إنها ما كانتش بتحب التلفزيون لكن كانت بتحب السينما وبس. والفنانة زبيدة ثروت من أصول شركسية، درست في كلية الحقوق واشتغلت محامية تحت التمرين، ده علشان ترضي جدها اللي كان رافض فكرة دخولها مجال التمثيل. وبسبب تعلقها بالفن جدها هددها بالحرمان من الميراث، لكنها أصرت على موقفها وسابت المحاماة واتفرغت للتمثيل. وبالفعل دخلت مجال عالم الفن، وده بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال الشرق. والفنانة زبيدة ثروت قالت إنها بتتمنى تدفن جنب عبد الحليم حافظ، وده بسبب حبها ليه. والفنانة زبيدة ثروت اتجوزت 5 مرات. الجوازة الأولى ليها كان عندها 20 سنة من ضابط في البحرية المصرية، لكن انفصلوا بسرعة من غير ما تنجب منه أطفال. وبعد كده اتجوزت المنتج السوري صبحي فرحات وخلفت منه 4 بنات، ريم ورشا ومها وإسمت. وبعد كده انفصلوا واتجوزت من المهندس ولاء إسماعيل وانفصلوا. وبعد كده اتجوزت الفنان عمر ناجي، وآخر جوازة ليها من الكوافير اللبناني نعيم. والفنانة زبيدة ثروت اتوفت سنة 2016 وكان عندها 76 سنة بمرض سرطان الثدي بالإضافة لسرطان الرئة، وده بسبب إنها كانت بتدخن كتير. واتدفنت في مقابر أسرتها في مصر الجديدة، ومش جنب عبد الحليم حافظ زي ما كانت بتتمنى.